السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم معايا البنات، فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا البنات غادي نطبق معكم طريقه ديال الرشيم فوق الرانده. كما كتشوفوا البنات غادي نطبق معكم هذه الرشمه، هذه كتجي زوينه صراحه بالطرز ديال الطرز الرباطي والبريد اولا الدويدات فوق الرانده. نوريكم الطريقه حيت بزاف ديال البنات كيلقاو مشاكل كيفاش يطرزوا اولا كيفاش يرشموا فوق الرانده. اليوم البنات غادي نشارك معكم الطريقه ان شاء الله من بدايه الرشم وحتى نسالي الرشمه ان شاء الله. غندير معكم فيديوهات على الطريقه. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هنا عندي باش كنرشم هو هذا بابي كاربون، هو هذا باش كنرشم. وعندي الرشيمه هنا البنات راني صراحه رسمتها غير بيدي، هي هذه. المهم البنات بالنسبه للرشيم دائما البنات عندنا هنايا حصيره ديال راندا، ما يمكنش انايا عندي حصيره هنايا ونمشي نيشان نخرج الرشمه في المكتبه ولا في السيبر ولا ونجي نبغي نطبقها هنايا، راه ما يمكنش. علاش؟ حيت انا ما عارفاش العبار ديال الرشمه شحال فيه وما عارفاش اصلا العبار ديال الرانده حصيره ديالي شحال فيه، حيت غالبا كتكون 40 سنتيم هنا في الطوق ديال الرانده وبعض المرات كتكون قل، يعني ماشي ديما كيكون نفس العبار على حسب الطول ديال السيده. دونك البنات هنا دائما لاحظوا معايا دائما غادي ناخذ القياسات ديالي عاد نخرج الرشمه ديالي اولا نرسمها. يعني غادي نشوف البنات هذا الطول هنايا شحال فيه، كنشوف العبار ديالي شحال فيه وكنشوف الرشمه اللي بغيت شحال فيها. انا هنايا راه بغيت نرشمها على جوج ديال المرات، يعني ما عنديش رشمه مكموله هكا نيشان غنحطها فوق هنا ونرشم، لا انا غنرشمها الاجزاء. يعني غنرشم هذا الجزء الاول هنايا ياك، وعاد غادي نرجع نقلبها ونرشم الجزء الثاني بهذه الطريقه، حيت الرشمه عندنا بحال هكا غادي بهذا الشكل. دونك غناخذ العبار ديالي هو الاول. انا راه ديجا خديت العبار البنات، كتشوفوا العبار كتقسموا على جوج، يعني كتشوفوا البلاصه فين بغيتوا تحطوا. انا هنا راه هذا هو تقريبا العبار اللي جاني مناسب، يعني وغيشط ليا فين ندير هنايا. فهمتوني البنات؟ يعني فاش كتمشيو تخرجوا الرشمه وكتجي تبي تطبقيها، يعني راه بحال والو اجيك صغيره ولا تجيك كبيره. وبعض المرات كيكون فكرتيني بعض المرات كيكون هاد الطوق هذا كيكون عريض، مره ما كيكونش، كيكون مثلا غير مثلا هكا ما عريضش بزاف، يعني دائما كيكونوا اشكالات. داكشي علاش دائما البنات لاخذوا القياسات ديالنا وكنخدموا داك الساعات مرتاحين، يعني ما كنخافوا حتى شي حاجه. دونك انا البنات كما قلت لكم غادي نخدم هنايا. واحد الاشكال البنات اللي عندي انا هنا وهو انه عندي الرانده هنايا ديجا مديور ليها الدرس، كما كتشوفوا راه مدرسه هنايا في الجناب، وهي في الحقيقه ما خاصش تكون ليها الدرس. انا السيده جابت لي الجلابه يعني ديجا كانت لابساها وديجا يعني كانت مدرسه مديور لها الدرس. الطرز هذا خصوصا اللي كيجي في الجناب خاص تكون غير الحصيره نيشان عاديه، ما يكونش فيها الدرس، لان الدرس غادي يبرزطكم شويه. دونك دائما البنات فاش تبغيو ديروا هذا الطرز هذا نطرزوا ونساليو عاد نديروا الدرس ديك الساعات، والبلايص اللي فيهم الطرز راه ما كنديروش ليهم الدرس. اما باش يكون الطرز هكا في الجناب راه صراحه انا دابا راه غادي صراحه غادي يبرزطني، ولكن غادي نشوف كيفاش ندير ليه باش زعما يجيني الطرز ديالي هو هذاك. حيت كتشوفوا هنايا هذا الدرس هذا خصوصا الا جات الرشمه هنا مثلا شي وريقات ولا شي حاجه، راه غادي دوك الوريقات خصوصا دوك الوريقات ما غاديش يجيوني هنايا فوق هذا الدرس هذا. دونك غنحاول نتفادى ان دوك الوريقات ولا العريشات يجيوني فوق الدرس. هادشي اللي كاين البنات. المهم سمحوا لي بنات طولت عليكم، غير بغيت نشرح للبنات اللي كيلقاو مشكل بغيت نوضح لكم وصافي. دونك انا غادي نبدا غادي نشوف كما قلت لكم. دابا عندي اشكال ديال الدريسات، دونك غنحاول نشوف هاد الدريسات هادو ما يجيونيش هاد الرشمات ديال الوريقات او العريشات يجيوني لداخل ديال الرانده ولا يجيو برا، باش ما يجيونيش فوق الدرس. غنشوف كنشوف بيدي بحال هكا. غنحاول هاد الوريقات نخرجهم على برا باش ما يجيونيش فوق الدرس بهاد الطريقه هذه. صافي البنات انا دابا كما كتشوفوا هاني يعني بلاتي نقرب لكم كما كتشوفوا البنات. انا دابا راه هذا هو القياس اللي غادي ندير هنايا بهاد الطريقه هذه. غنخلي يدي شاده فيها مزيان، ما غاديش نحولها، وغنجيب هذا كما كتشوفوا البنات غنحطو، ما غاديش نحرك الرشمه. نحاولوا الرشمه تبقى في البلاصه فين درناها في الاول بهاد الطريقه هذه البنات. كما كتشوفوا هنايا راه فاش كندير يدي هكا راه ضروري كنحس بهذاك الدريس. يعني كما قلت لكم انا البنات ما بغيتش صراحه هذاك الدريس يجيني فوق شي وريقات ولا شي حاجه، حيت غادي تخربق ليا الخدمه.
داكشي باش قلت لكم البنات دائما حتى تكملوا الطرز ديالكم عاد ممكن لكم ديروا هادوك الدريسات. المهم انا دابا غادي نبدا البنات الترشيم ديالي كما كتشوفوا، غادي نبدا نرسم بالطريقه هذه. غنبدا المهم البنات بالنسبه لهاد الطرز ديال الدويدات يمكن لكم ديروا دوك الدوائر، ويمكن لكم ديروا غير نقيطات في هاد السونتر ديال الوريده هنايا، يمكن لكم ديروا وريضات على حسب باش فاش تبداو تخدموا نتوما عندكم ميزانكم داك الساعات قداش بغيتوهم يكونوا. انا غادي ندور هكا البنات، غادي نبقى مستمره حتى نكمل. بالنسبه للبنات اللي بغات الرشمه تحتفظ بها يعني تبقى ليها واحد المده، يعني تبقى تخدم بها وتعاود تخدم بها، من الاحسن تغلفوها بسكوتش ولا غلفوها بهذا، ولا فاش تبغيو ترشموا تحطوا شي ميكا هكا فوق منها، هكا ما كتفادوا انها تقطع لكم ولا كتفادوا انها تقطع وكتصبر لكم مده طويله. صافي البنات، ديك الساعات انا راهي الا نسيت شي حاجه راه غادي نكملها نرسمها غير بيدي. صافي كما كتشوفوا البنات. المهم البنات الرشمه ديالنا راه جات بحال هكا. دونك البنات انايا غادي نكمل هنايا داكشي اللي ما كيبانش، غادي نعاود عليه بهذا الستيلو هذا كما كتشوفوا راه كيتمسح بسهوله، يعني غير هكا بالسخون راه كيتمسح. مثلا غير لا ديتي الجلابه ديالك المصبانه ودرتي لها غير المصلح راه كيتحيد. انا غادي نعاود عليها كامله، غادي نقاد داكشي اللي ما باينش غنعاود عليه، ومن بعد غادي نعاود نحط الرشمه ديالي في هذه الجهه المواليه وبنفس الطريقه باش حطيت هذه. يعني ما ماشي هنايا جاتني الوريده هنا وهنا غتجيني بعيده، لا غنحاول نشد القياس يعني اللي تجيني به الوريده هاد الرشمه ديالي بحال اللي هنايا نفس القياسات. وغادي نرجع معكم كما كتشوفوا معايا البنات. راني عاود ترشمت الجهه الاخرى، يعني هنايا بنفس العبار اللي خديته هنايا هو اللي درته هنايا، وهنايا في الوسط راه مازال غادي نكمل، يعني غتجي دايره بحال هكا على هذا الشكل. هنايا غندير واحد من بعد غادي نرسمها هكا غير بهذا الستيلو هذا. ما تدوش على هذه العلامه هذه حيت راه الجلابه في الاول قبل ما تجيبها لي السيده كانت فيها العقيق، واللي خدماتها لها بالعقيق كانت معلمه هكا بالستيلو كانت دايره العقيق. انا العقيق حيدته بغات فيها دابا الطرز. مهم البنات دابا غادي نكمل كما قلت لكم. هنايا في الاخر غادي نرسم واحد الدائره هنايا وغندير فيها واحد الوريضه. المهم غادي نزيد نكمل عليها. انا غير عطيتكم الاساسيات يعني وكيفاش ديروا باش يجيكم نفس العبار. كما كتشوفوا معايا هنايا راه الوريضه اللي جاتنا هنا، هاد الدائره غندير فيها واحد الورطه يعني نفسها اللي جات هنا كما كتشوفوا، وهذه اللي جات الوسط ها هي فين، وهذه اللي جات بالوريقات ها هي جات هنا، يعني نفس داك القياس اللي كتمشيو عليه. المهم البنات نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش ان شاء الله نطبق معكم هاد الرشيمه هذه، ونتمنى تكون هاد الفيديو هذا استفدتوا منه. وما تنسونيش البنات كما كنقول لكم دائما الا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وخليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.